الدرس الثامن عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الأحبة في الله، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. የተከበራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ ኢንሻአላህ የአላህ ፍቃድ ከሆነ የዛሬ የ18ኛው ሐዲስ ማለት ነው የ18ኛው ምን አዝካሪ ሰባህ ወልመሳ ከጧትና ከማታ ከሚባሉ ዱዓዎች ወይም ደግሞ ዝክሮች ውስጥ የ18ኛው ደርሰናል ኢንሻአላህ በአላህ ፍቃድ። የዛሬው ዱዓ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ አንድ ሰው ሐሳብ ጭንቀት ወይም ደግሞ እዳ ያለበት ሰው የሚያደርገው ዱዓና በጣም አስፈላጊ የሆነ ዱዓ ነው ማለት ነው። እና እቺን ኢንሻአላህ ያው እንደምታውቁት ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንደዚህም አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ከቁርአን ከሐዲስ ብዙ ዱዓዎች ተጠቅሰዋል። የዱዓ አይነቶች በጣም ብዙ ናቸው። ሷሃቦች እየመጡ ለነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም በግላቸው ዱዓ ይጠይቋቸው ነበር። እንደዚሁም ደግሞ ነብዩ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ለአንዳንድ ሷሃቦች ይሄንን ዱዓ አድርጉ ብለው ይመክሩ ነበር ማለት ነው። እና ኢንሻአላህ የዛሬ ደግሞ በጣም አስፈላጊ የሆነ ዱዓ ኢንሻአላህ መጨረሻ እንመጣበታለን። ይሄን ዱዓ ነው የምንሐፍዘው ዛሬ የምንለቀው በግሩፓችን ወይም መደው በግሩፓችን የምንለቀው እቺ ዱዓ ናት ማለት ነው። ምንድናት እሷ? اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. دقموا إن شاء الله. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. إن شاء الله ሶስት ጊዜ ስለሚባል ሶስት ጊዜ ደግመዋለሁኝ። በደንብ እያዳመጣችሁ ቅራአቴን ያው በደንብ ለማስተካከል መሞከር አለባችሁ። اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن وأعوذ بك من العجز والكسل وأعوذ بك من الجبن والبخل وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. እቺ ነው ማለት ነው የምንለው ዛሬ ኢንሻአላህ። ይሄንን እስኪ ትርጉሙን እናየውና ወደ ፈድሉ ወደ ትሩፋቱ እንሄዳለን ማለት ነው። በመጀመሪያ اللهم إني أعوذ بك አላህ ሆይ እኔ እጠበቃለሁ ባንተ እጠበቃለሁኝ من الهم والحزن አላህ ሆይ ጌታዬ ሆይ እኔ ባንተ እጠበቃለሁኝ ከሐዘንና ትካዜ هم ሐሳብ والحزن ትካዜ ከሐሳብና ትካዜ ከሐዘንና ትካዜ ባንተ እጠበቃለሁኝ واعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك አሁንም ባንተ እጠበቃለሁኝ من العجز والكسل ከስንፍናና ከደካማነት ከስንፍናና ከደካማን العجز ማለት ደካማ والكسل ስንፍና ማለት ነው። ከስንፍናና እንደዚሁም ደግሞ ከአጅዝ ከደካማነት ባንተ ተጠበቃለሁ። واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك አሁንም ባንተ ተጠበቃለሁ من الجبن والبخل جبن ማለት ፍርሃት ማለት ነው። والبخل ከስስትና ከፍርሃት ባንተ ተጠበቃለሁ። واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبة الدين واعوذ بك بانت تطبقالله من غلبة الدين ማለት ነው ከዳ ጫና ባንተ ተጠበቃለሁኝ وقهر الرجال እንደዚሁም ደግሞ ከሽንፈት ባንተ ተጠበቃለሁኝ وقهر الرجال ከሽንፈት ባንተ ተጠበቃለሁኝ ይሄን